تحدث المطرب أحمد سعد عن شقيقه العالم سامح سعد، وهو أستاذ دكتور في الفيزياء الحيوية ومؤسس مركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واللي حصل طوال فترة دراسته في كلية العلوم على تقدير امتياز، كما حصل على الدكتوراه والماجستير من اليابان. ورفض العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض عليه زويل للعمل معاه خارج مصر، ولكنه قرر العودة لمصر والعمل في خدمة بلده. وساهم الدكتور سامح سعد في مساعدة الدكتور أحمد زويل في إنشاء مدينة زويل العلمية، وأسس مركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة له. وأثار أحمد سعد الجدل بإجابته لما سأله المحاور عن شقيقه العالم سامح سعد، قال هو الوحيد اللي ضاع فينا، لو كان طلع فنان كان كسب أكتر. وقال إن إخواته 9، وإن عددهم الكبير ده خلق في البيت بينهم يعني روح التنافس، ليسعى كل منهم لإثبات نفسه ولتحقيق النجاح. وهاجم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الفنان أحمد سعد بعد سخريته من أخيه العالم في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقال إن الفنان أحمد سعد بيسخر من أخيه العالم اللي نجح في العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف وحصل على دكتوراه من اليابان، لأنه بيركب سيارة متواضعة 128. وقال هو بيعتبره ضل طريقه وضيع نفسه، لأنه سلك طريق العلوم وباظ، كما قال محاوره: صدقت يا نجم، يصبح ذلك عادي وانقلبت الآية، ويمكث في الأرض الزبد، وأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء، ويتفوق فيه صبي العلم على العالم، ويكون أولو الفضل في أوطانهم غرباء. وأضاف أيضا الدكتور جمال شعبان وقال: في الحقيقة أنا منبهر بهذا البرنامج الهادف اللي بيرسخ للقيم والثوابت، ويستضيف الرموز اللي بتعلي من شأن العلم والعلماء والقيم والقامات اللي بتنهض بالمجتمع. شر البلية ما يضحك. وأخيرا تحياتي للدكتور جمال شعبان ولكل حد محترم يجري ورا العالم وما يجريش ورا صبي العلمة. شكرا حبايبي، حسن المتابعة، مع ألف سلامة.